اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل سفرة حلوة قوي مع بعض، لو حابة إن انتي تاخدي منها أفكار وتنفذيها بقى بكرة إن شاء الله. أول حاجة كده هنبدأ بيها، هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل مع بعض محشي ورق عنب، وهنعمل كمان كرنب، وعندنا كده فرخة اللي هي حمرا مش اللي هي البيضة، وكمان دي التسبيكة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض وشايلينها عشان خاطر نطلعها نستخدمها على طول، لا نعمل بصل بقى ولا طماطم ولا نتعب نفسنا. كمان دي الشجرة اللي دايما عندي في التلاجة ما بستغناش عنها، الخضرة دي عندي بقالها اسبوع وما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده خضرة وحلوة، عشان انا عامله لها محلول وحطها فيه ومنضفاها وقطع الجزء بتاعها من تحت، وطبعا المحلول ده ببص عليه كل 3 ايام عشان اغيره. بعد كده جبت عندي ورق العنب، غسلته في خل وميه وهسيبه بقى منقوع شويه كده عشان يطلع كل الاتربه اللي فيه. ورق العنب بيتفرز، لو انت حابه تفرزيه بتحطي كده فوق بعضه، وممكن تمسكي العيدان دي تربطيها باستك عشان خاطر ممكن تسلقيها بعد كده تطلعيه تسلقيها، وبتحطيه عادي في الفريزر، وممكن تمسكيه بخله وتثبتي الخله بحته ليمونه من تحت ومن فوق، وممكن كمان تلفيه رول زي ما انا بلفه بالشكل ده كده وتحطيه في الاسترتش راب وانت بتلفي كده، وتحطيه برده في الفريزر من غير ما تسلقيه ولا اي حاجه. بتطلعيه بتسيبيه 5 دقايق كده يفك معاكي، وبعد كده بتشطفيه بميه بخل، وبعد كده بتحطيه بتسلقيه في الميه على النار عادي لمده 5 دقايق او 7 دقايق زي ما هنعمل مع بعض. هو بيبقى حلو في التفريز وانا جربته قبل كده، بس كان يعني مش بستخدمه على طول يعني، فبحب اجيبه فريش، فانا السنه دي مش اكيد ان انا هخزن ورق عنب. بعد كده بقى هسيبه يتنقع شويه، وبعد كده عندي هنا الميه المغليه حطيت فيها معلقه زيت عشان بتدي لمعان حلو قوي للورق، وحطيت عصره الليمون ورشه ملح صغيره، وجبت عندي هنا حلتين، واحده بقى هفكك فيها التسبيكه بتاعه المحشي عشان انا نسيت اطلعها من بالليل، هحطها كده على النار هاديه خالص هتفك بالراحه، وكمان حله تانية عشان اسلق فيها الفرخه، لان طبعا احنا هنحتاج الشوربه، فمفروض اول حاجه ابدا بيها هي الفرخه. طبعا هي كده كده صغيره مش بتاخد سوا كتير، فانا عادي هبدا بيها هي اول حاجه برضو، واحطها على نار هاديه. وطبعا عامله لها، انا كنت عامله لها مرته فمطلعاها سبتها تتصفى، ما غسلتهاش بقى ولا نقعتها ولا اي حاجه. حطيت كل البهارات الصحيحه اللي عندنا انا بحب استخدمها، زي الحبهان واللومي والورق اللوري والفلفل الحصى والكباب الصيني، وطماطمايه كده وبصلايه وشويه الملح والفلفل، وعندي طبعا ميه مغليه. انا ما بحطش اي ميه بارده خالص على الحاجات اللي زي كده، بحط ميه مغليه عشان خاطر تسرع معايا عمليه السلق يعني. هبدأ بقى ان انا اديتها صدمة كده من الجنبين من هنا ومن الناحية التانية وشوحتها شوية، وبعد كده هنزل بالمية المغلية وهسيبها على نار هادية. لو عايزة تاكلي حاجة طعمها يكون حلو والتست بتاعها يكون عالي، استخدمي الاكل على نار هادية خالص، بجد طعمه بيفرق جدا. انا هنا اساسا بادئه في الاكل بدري، فسويته بقى على نار هاديه خالص براحته كده، ما استعجلتش عليه. هنا بقى الميه كانت معايا غليت وشطفت خالص ورق العنب كويس قوي، نزلت بقى فيه في الميه كده بالشكل ده، وهسيبه معايا لمده 5 ل7 دقايق، وبطلعه كده على ميه بارده عشان يوقف السوا بتاعه ما يتهريش معايا. بس بعد كده بقى ايه، هسيبه في الميه كده وبعد كده هشطفه تاني. هنا بقى كان ورق الكرنب ما كانش فك معايا برضو، كنت مطلعاه من الفريزر، هحط عليه ميه مغليه بالشكل ده دقيقتين وهيفك معايا، هسيبه في مصفى هيبقى معايا الورقه بورقتها وما اتهراش ولا حاجه الحمد لله يعني. بعد كده بقى لازم اخد الورق ده كده اشيل العيدان دي، بس بشيلها بالراحه عشان خاطر ما تتقطعش معايا وتقطع الورقه وتبوظ مني. الحاجه التانية اللي عايزه اقول لكم عليها اللي هي الرز، ما ينفعش ان احنا نغسله ونركنه بتاع المحشي كتير، لا بتحس ان الرزايه اتكسرت وما بقتش حلوه، فافضل ان انتي وقت ما تيجي تحشي على طول تغسلي الرز وتصفيه وتستخدميه. انا حطيت شويه فلفل، وطبعا قطعت شويه خضره كده فريش من عندي، وجبت هنا بقى الحله حطيت فيها ايه متقطع كده جزر طرنشات وبصل، لو حابه تحطي طماطم برده ممكن تحطي عادي، انا ما حطيتش. وانا كده كده اصلا عارفه ان انا هسوي الحاجه على نار هاديه خالص، فمش قلقانه ان هي تتلسع ولا اي حاجه. الحله يعني الحمد لله لما قلبت المحشي اتقلب معايا وما كانش فيه اي حاجه في القعر بتاعها، لان انا مهديه النار جدا وحاطه الشياطه كمان. عشان خاطر بقى نلف ورق عنب هيبقى بالشكل ده، طبعا لازم الورقه الناعمه الجزء الناعم يكون من بره، والجزء اللي هو الخشن شويه ده بيكون من جوه، وبنلفه بالشكل ده. لو انت عايزه تلفيه على طبق بالشكل ده تمام، ممكن تلفيه كمان على ايدك بيبقى سهل وبسيط، هوريكم دلوقتي. ولو عندك بقى رخامه كده كبيره او مكان واسع يعني، بتحطي ورق العنب كله تفرديه كده عليه، وتحطي شويه الرز عليه في كل ورقه كده، وبعد كده تبداي تلفي واحده واحده. الطريقه دي برده بتبقى سهله وسريعه وحلوه، بس انا الرخامه عندي مش هتريحني في ان انا اعمل كده يعني، عشان في حرف فيها فما ريحتنيش ان انا اعمل كده.
بصوا بقى ورق الكرنب يعني ما شاء الله، لا مهري ولا مجلد ولا طعمه اي وحش خالص، لا طعمه كان جميل قوي. و يعني ما اتهرش معايا ولا اي حاجه الحمد لله، لان انا اساسا لما سلقته ما اتكتش عليه في السلق، وكنت عامله حساب ان هو هيقعد في الفريزر يعني. ده اللي انا كنت مفرزاه معاكم. تمام، هخلص بقى الكميه كلها كده وبعد كده ارجع لكم تاني. هنا بقى كان خلاص حطيت كده على الوش هنا معلقه قشطه ومعلقه سمنه بلدي، وعلى ورق العنب حطيت ليمونه طرنشات عشان انا ما عنديش دبس رمان. لو انت عندك دبس الرمان هتحطي معلقه على الشوربه كده ومعلقه صلصه وهتخلطيهم مع بعض كويس وهتشربي بيه ورق العنب. ما عندكيش زيي حطي ليمونه كده قطعيها طرنشات، بتدي مزازه حلوه لورق العنب. بس كده بقى هشرب. طبعا تشريبة ورق العنب فيه اكتر من طريقة، دي طريقة من الطرق. ممكن كمان تعمليها بتوم، يكون طرنشات بيبقى حلو برضو. هنا بقى هحط ايه، هحط شوربة وكمان هحط لبن. المحشي باللبن بيبقى حلو قوي مش وحش، بيخلي المحشي دايب كده وطعمه بيبقى حلو. انا هحط 3 شوربة وهحط 2 لبن. بس بقى بسيبه على نار عالية في الاول لحد ما يغلي، وبعد كده بهدي النار خالص وبحط الشياطة، بيبقى معايا طعمه جميل قوي وحلو. اي حاجة سويها على نار هادية خالص هتبقى معاكي تحفة. بس ده هنا كده ورق العنب اهو خلاص، برضو هغطي كده الحاجات وهسيبه بقى. وفضيت الشوربه وصفيتها، والفرخه معايا حطيتها في الحافظ كده عشان تفضل سخنه، وانا كده كده اصلا هحمرها، فحطيتها كده في الحافظ معايا. محبتش ان انا اسيبها كده بره يعني في الشوربه عشان ما تتهريش معايا اكتر. هنعمل بقى طبق كده ملوخيه صغير قوي او طبقين صغننين خالص. حطيت بقى الشوربه ونزلت كده بالملوخيه الخضراء، هفككها كده وهسيبها، ومش هعمل بقى التوم بتاعها دلوقتي، هسيبه قبل المغرب على طول. هنعمل بقى عصير ايه، المانجا اللي احنا كنا مفرزينها برضو مع بعض. النهارده الفيديو يعني برعايه التفريزات. حطيت عليها شويه الميه والسكر، وهنا التمر كنت مفصصاه كويس وبصه في كل وحدايه لان في حاجات كده بتبقى بايظه، وغسلته وصفيته. وهبدا ان انا اضرب المانجا واحط البلح بعد ما اضرب المانجا. مش هينفع احط التمر اثناء ما انا بضرب عشان ما يتضربش معاه، لان انا ما بحبوش كده، بحبه ان هو يتاكل بالمعلقه. طبعا طعمه بيبقى حلو قوي وجميل قوي يعني، جربوه. كمان بيبقى حلو قوي في الفراوله. هبدأ بقى ان انا احط كده التمر وهقلبه وهركنه بقى على جنب كده ان شاء الله على طول. هيقعد معايا يعني ممكن ساعة ساعتين، وممكن تعمليه من اول اليوم برضو. كل ما التمر بيقعد اكتر في المانجا كل ما طعمها بيبقى حلو. هنا بقى هنعمل التومة بتاعة الملوخية برعاية ادم، هو اللي كان عايز يعملها فانا سبته بقى، ما حبيتش ان انا اقول له لا. بس طبعا واقفة جنبه واخدة بالي كويس. حطيت معلقة زبدة، وحطينا بقى فصين كده توم مهروسين، وهنبدأ نشوح التوم وننزل بالكزبرة. هقلبها على طول وبعد كده هنزل عليها بالملوخية، وكان طبق ملوخية صراحة كان طعمه روعة يعني. هقلب بقى كويس قوي وبعد كده بقى نبدأ نغرف عشان خلاص المغرب كان على الأذان. هنا بقى الفرخة كنت بحمرها، والتمر هنا بحطه بقى في الكوبايات كده بالشكل ده. كان قاعد معايا يعني حوالي ساعتين. وهنا بقى خلاص كنت طلعت الشوربة والملوخية والمخللات والعيش والأطباق والمعالق وكل حاجة كده رصيتها بره. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وخدتوا كده فكره عشان خاطر تنفذيها في الفطار بكره ان شاء الله. الهدف من فيديوهاتي ان انا بشجعك او كمان بديكي افكار تنفذيها، لان كلنا بنبقى محتارين نعمل اكل ايه، نعمل فطار ايه. فانا لما بحس ان انا بعمل حاجه جديده او حاجه مختلفه بحب ان انا اقدمها، وكمان افكار ورق العنب. يا رب تكونوا استفدتوا. متنسوش تحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، مع السلامه.